السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استطاع نادي ريال مدريد أن يرد الاعتبار بعد انتصار مذوي على غريمه التقليدي نادي برشلونة في كأس ملك إسبانيا برباعية نظيفة. وسجل الهدف الأول لنادي ريال مدريد البرازيلي جونيو فينيسيوس بعد تمريرة أكثر من رائعة من الحكومة بنزيما. وفي الشوط الثاني أضاف نادي ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق الحكومة بنزيما بعد تمريرة عالمية من الشاب لوكا مودريتش. أما الهدف الثالث فجاء عن طريق ضربة جزاء سجلها بنجاح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. واختتم الرباعية كريم بنزيما بعد تمريرة عالمية من الجناح البرازيلي جونيو فينيسيوس. وبالتالي يعتبر كريم بنزيما هو ثاني لاعب يسجل ثلاثية على نادي برشلونة في ملعب الكامب نو.